ممكن بحياتنا تصير لنا أحداث ما نتوقعها أو نشوفها بالأفلام لا أكثر. بالنسبة للناس ما تمد للحقيقة بأي صلة، إلا إني عشت أحداث أشبه بالخيال وخلف حدود الواقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمجد من قناة توبي جيمز. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وقصة جن جديدة بعنوان قصة المبتعث، وأتمنى القصة تعجبكم. وقبل كل شيء رمضان كريم، كل عام وانتم طيبين، وأشكركم صراحة على الكومنتات اللي كتبتوها لي في القصة اللي فاتت، والله يسعدكم. قربنا نوصل 13,000 مشترك، وإن شاء الله انتم قدها نوصلها قبل ما ينتهي رمضان. وبس وهذا اللي كان عندي، وخليكم مع القصة. روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. توبي جيمز. أنا اسمي ياسر وعمري 23 سنة، إنسان مبتعث في بريطانيا. أعيش في بيت مع عائلة بريطانية، ما كنت أحتك معهم طول السنوات الدراسية اللي مضت. والعائلة اللي أعيش معها مكونة من أب وأم وابنتهم الصغيرة إيما، واللي تبلغ من عمرها 5 سنوات. بيوم من الأيام طلعت العائلة بحكم إن عندهم إجازة، فقرروا إنهم يبقوا خارج البيت لمدة 2 أسبوعين، وبقيت أنا في البيت لوحدي. وبعد ما راحوا ودعتهم، جلست بغرفتي وبديت أقرأ كتاب. وبعد مرور الوقت سمعت صوت المطر والرعد والهواء يضرب النافذة. شفت الساعة وكانت وقتها الساعة 10:30 بالليل. ما اهتميت كثير بالموضوع لأن الأجواء دائما عاصفة ومو شي جديد، وكملت قراءة. وفجأة طفت الكهرباء. تأففت وقمت من مكاني أدور شموع ومصابيح. بديت أدور بالغرفة وما لقيت. بعدها خرجت من الغرفة متجه للمطبخ، لعل وعسى أن أصحاب البيت حاطين شموع ومصابيح. كنت أنور المكان بضوء الجوال وأدور بكل مكان وبكل رف بالمطبخ، لين ما استسلمت وعرفت أنه مستحيل ألاقي شيء يفيدني هنا. وقررت أني أطلع من البيت وأشتري شموع ومصابيح من المحلات القريبة مني. طلعت من البيت وتأكدت أني قفلته. بديت أمشي بالطريق وأنا ناظر للسماء. ما أحبها لما يكون الجو عاصف، أحس بتوتر وخوف كل ما أشوفها. كملت طريقي وأنا أتلفت يمين ويسار. كانت أول مرة لي أطلع بدا الوقت المتأخر، وأصلا أنا ما أمشي بذي المنطقة كثير. وهنا طاحت عيني على محل. كان واضح أن المحل قديم، بس ما كان لي حل غير إني أدخله بسبب أن الأمطار زادت وما أقدر أبقى بالخارج أكثر من كذا. دخلت المحل وأنا ناظر على الأشياء اللي يبيعها. كانت الأشياء كلها قديمة، وفي رفوف المحل في دمى، لكن ذي الدمى شكلها مرعب. اللي عيونها بارزة واللي ما فيها عيون، واللي يدينها مقطوعة، وتماثيل غريبة، والغريب انها كلها باللون الاسود. جلست امشي بالمكان واتلفت واناظر بكل جهات المكان اللي انا فيه، والخوف بدأ يدخل لداخلي. وما حسيت الا بيد على كتفي. صرخت بشكل تلقائي. التفت بسرعة للشخص، وكان انسان كبير بالسن، شعره طويل وله لحية طويلة، وعيونه لونها ازرق وفيها لمعة غريبة. ابتسم لي وقال: أنت عربي؟ انصدمت أن الشخص اللي قدامي يتكلم عربي. قلت: إيه نعم أنا عربي. ابتسم وقال: عرفت أنك عربي من ملامحك المميزة بالنسبة لي. وبعدها مد لي إيده وصافحني وقال: أنا آرثر سانر. ابتسمت له وقلت: وأنا اسمي ياسر، بس عندي سؤال ممكن؟ قال: اسأل. قلت له: كيف تتكلم العربية؟ التفت آرثر وأعطاني ظهره وصار يمشي بالمكان وقال: عشت عند العرب لمدة طويلة من الزمن. وكمل كلامه وقال: وهذه بعد عشان أمشي مهنتي. ما رديت ولا علقت على كلامه. بس لحظة، اسم آرثر سانر مو غريب علي، أحس إنه قد مر علي ذا الاسم من قبل. تكلم آرثر وقال: هي ياسر انتظرني هنا بجيب لك شيء. وبعدها راح لغرفة كانت موجودة خلف الرفوف الموجودة بالمحل. وأنا كملت مشي بالمحل، وما بين وأنا أمشي شفت شيء خلاني أجود من مكاني. كانت أوراق مقطوعة من كتاب قديم، وكلها تتكلم عن أشخاص مفقودين، والأغرب من ذا كلهم اشتغلوا عند آرثر سانر. حسيت بقشعريرة بجسمي لما سمعت صوته وهو يقول: ياسر. لفيت له، ملامحي كانت واضح عليها التوتر، وقال: أبي أعطيك شيء.
ومد ايده واعطاني كرت فيه اسمه وعنوان بيته، وكمل كلامه وقال عندي نقص خدم في بيتي، فلو ودك تيجي تشتغل عندي ما عندي مانع. اخذت الكرت وانا متوتر وقلت يا اوكي مع السلامة. بعدها خرجت من المحل بكل سرعة وكنت خايف من ذا الشخص. بس لحظة وانا امشي متجه للبيت، اسم آرثر سانر يتردد ببالي وما حسيت بنفسي الا انا قدام البيت. فتحت الباب ودخلت على طول. رحت لغرفتي وانا الحين افكر وراسي صدع من قوة التفكير، ومضت دقايق وانا على ذا الحال لين ما رجعت الكهرباء. قررت اني ابحث عن آرثر سانر على النت، دام اني اسمه بالجرايد بسبب الناس المفقودة اللي كانت تشتغل معه، اكيد بلقى شيء عنه. وبالفعل فتحت اللابتوب وبدأت ابحث عن آرثر سانر. كل المعلومات اللي قدرت استخرجها هي اسمه واسماء الاشخاص المفقودين، بس الغريب ان بعض المفقودين كانت اساميهم عربية. لحظة وش السالفة؟ معقولة كل اللي يصير هذا بسبب آرثر؟ وكملت بعدها ابحث عن معلومات عنه وما لقيت اي شيء يفيدني، الا ان عيني جت على موقع كان مكتوب بعنوان الموقع آرثر سانر صاحب تماثيل الارواح. دخلت بسرعة للموقع وانا متحمس اني اعرف شيء عنه، لكن للأسف الصفحة كانت محجوبة. صرخت بقهر بعد ما حسيت اني بكشف سر من اسرار آرثر. طفيت اللابتوب ورحت انام بعد ما تعبت من التفكير عن آرثر. صحيت الساعة 8 الصبح، رحت الحمام وغسلت وجهي ونزلت اسوي لي فطور. وللحين آرثر ده مقتحم افكاري، وللحين احس اني قابلته من قبل. ناظرت للكارت اللي اعطاني اياه وبدون اي تفكير مني اتصلت عليه، وما هي الا دقايق ورد علي وصوته كان واضح عليه النوم. تكلم بالبداية بالانجليزي وقال مين معي؟ رديت عليه بهدوء وقلت انا ياسر. هنا تغير صوته وسمعت فيه الحيوية وقال يا هلا ياسر، اكيد كنت تفكر بكلامي صح؟ اخذت نفس عميق وقلت ايه وانا ابي اشتغل كخادم معك. سمعت ضحكة آرثر وقال يا ليت لو تعرف قد ايش انا مبسوط انك تجي تشتغل عندي. تكلمت وقلت ايه اكيد، والعنوان معي بالكرت، وعشان المسافة بين بيتي وبيتك تقريبا تحتاج لساعتين عشان اوصل لبيتك. وقفلت بعدها الخط ورحت لغرفتي وبديت ارتب اغراضي واحطهم بالشنطة. وبعد ما خلصت من ترتيب اغراضي شلت شنطتي وطلعت من البيت واشرت لتاكسي كان قريب مني وركبت معه، واتجهت بعدها لمحطة القطار. وانا راكب بالتاكسي كان كل تفكيري على اللي بسويه، هل قراري كان صح؟ وبسبب هذا القرار نهايتي بتكون قريبة. بس الحين اللي ابي اعرفه سالفة الناس المفقودين، وآرثر هل له علاقة بذا الشيء او لا؟ وما بين وانا افكر وصلت لمحطة القطار، نزلت واخذت شنطتي وانتظرت حتى جاء موعد القطار. وطول الطريق انا مشوش بالافكار اللي تتضارب براسي. استغرق الوقت نص ساعة وبعدها نزلنا من القطار وخرجت من محطة القطار وجلست اشوف المنطقة. كانت غابة وما فيها إلا بيت واحد واللي هو بيت آرثر، والأشجار محوطة بالبيت بكل الاتجاهات، ويتكون البيت من 3 طوابق ومحاوط بسور ضخم. الأشجار كثيفة والضوء اللي يدخل للمكان كان خفيف لدرجة إني شكيت إني بالليل. تقدمت وقفت قدام باب السور وشفت شخص طلع لي ومن شكله عرفت إنه عمره بالأربعينات. تكلم وقال أنت ياسر؟ ما توقعت إنه يتكلم العربية، بديت أشك بشيء. جاوبته بابتسامة وقلت إيه أنا ياسر. فتح السور وقال السيد آرثر كان بانتظارك. بديت أمشي متجه للبيت والشخص هذا كان ملازمني لين ما دخلت البيت، وكان باستقبالي آرثر رحب فيني بحرارة. وبعدها قال راح تبدأ شغلك بكرة وبيعلمك واحد من الخدم اللي عندي، وكل اللي يشتغلوا بذا البيت هم 6 أشخاص وأنت السابع، وأكيد بتتعرف عليهم مع الوقت. وبعدها أشتر آرثر على أحد الخدم اللي كانوا جنبه وقال وصل ياسر لغرفته عشان نرتاح. بدأ الخادم يمشي وانا امشي وراه. كانت غرفتي بالطابق الثالث، وقبل لا ادخل غرفتي تكلم الخادم اللي ارشدني للغرفة وقال ليش انت جيت لهنا؟ لفيت له وقلت ما عندي سبب معين. نظرني الخادم بحدة وقال لو جيت هنا عشان تعرف اسرار آرثر راح تندم، والندم بعدين ما راح يفيدك. واعطاني ظهره ومشى. دخلت الغرفة بسرعة ونبضات قلبي كانت مو منتظمة. كلامه كان غريب والخوف سيطر علي. رميت شنطتي على الأرض وأنا أقول بنفسي أنا اللي اخترت إني أجلد المكان وما في أي مجال للتردد الحين. وبديت أشوف الغرفة. كانت الغرفة بحالة فوضى وما لي خلق أرتبها الحين. اتجهت للنافذة كانت تطل على البوابة الرئيسية للبيت. جلست أتأمل بالمكان وبعد مدة من الوقت شفت آرثر طالع من البيت والخادم اللي وصلني كان معه. بس الغريب ان آرثر ماسك بيده تمثال، وتذكرت الموقع المحجوب والكلام اللي فيه صاحب تماثيل الأرواح. وهنا ركب سيارته السوداء وطلع من البيت، وجلست ناظر لسيارته لين ما غاب عن انظاري. رميت بعدها نفسي على السرير وانا احس بالتعب من ذا اليوم. غمضت عيوني وانا ما زلت افكر بقصة الناس المفقودين. وش هو مصيري بذا البيت؟
وبالنهاية غلبني النوم ونمت. صحيت على ضرب الباب بقوة، بدلت ملابسي وسمعت صوت خطوات تبتعد عن الباب. شفت الغرفة وانا احاول استوعب اني في بيت آرثر. كانت الغرفة للحين بحالة فوضى، والشنطة اللي كانت مرمية على الأرض، ولا رتبت شيء. بس الشيء الوحيد اللي كان مختلف هي الملابس اللي كانت معلقة بالباب. أتوقع إنها ملابس الشغل، ودام إنها معلقة فأكيد هناك حد داخل الغرفة. ما اهتميت كثير وأخذت الملابس ولبستها وخرجت من الغرفة، وشفت شخص أول مرة أشوفه كان واقف قدام الباب وكان يناظر لي ويبتسم، وقال أنا مرة فرحان إن في شخص خليجي يشتغل معي وببيت آرثر. استغربت منه من كلامه، كان واضح إنه خليجي، بس ليش يشتغل كخادم بذا البيت؟ قاطع تفكيري وقال في 1000 سؤال وسؤال قاعد يدور براسك. أنا عارف ذا الشيء، بس حتى أنا ما عندي أجوبة على كل هذه الأسئلة اللي براسك. على العموم أنا اسمي خالد. جلست أناظره لفترة وأنا أحاول أستوعب كلامه. بدأ خالد يلوح بإيده قدام عيوني وهو يضحك وقال لا تفكر وتشرد بعقلك أكثر من اللازم، خاصة بذا البيت. وقتها كنت حاسس بشيء غريب من خالد، لكن ما اهتميت وقلت طيب خالد وين ببدأ شغلي بذا البيت؟ وش هي مهمتي؟ هنا اختفت ابتسامة خالد وقال بصوت غريب اللي سمعته من السيد آرثر إنك ما راح تشتغل كخادم. نظرته باستغراب وقلت كيف يعني؟ قال خالد بهدوء راح تشتغل بالمصنع الموجود تحت البيت. نزلت عيوني على الأرض وأنا أحاول أستوعب كلام خالد. بشتغل بمصنع وتحت البيت ذا، بس هو قال لي إنه يبيني أشتغل كخادم، ليش بيغير كلامه الحين؟ شفت قدامي حذاء، رفعت عيوني عشان أعرف من ذا الشخص، وكان نفس الخادم اللي وصلني لغرفتي. تكلم وقال السيد آرثر بانتظارك في المكتبة، وأعطاني ظهره ومشى بدون ما يقول لي أي شيء ثاني ولا حتى أمداني أنا أقول له شيء. مسك خالد كتفي وقال الأحسن إنك تنتبه لنفسك، خاصة إذا بتشتغل بالمصنع اللي تحت. تدري ليش؟ لأن أغلب الناس المفقودة كانت تشتغل بالمصنع اللي تحت. وعلى فكرة هناك بالمصنع يشتغل فيه أكثر من شخص، والأحسن إنك تنتبه من الكل ولا تثق بأي أحد. قلت بيني وبين نفسي كلام خالد كان مرعب. صحيح أنا جاي عشان أعرف سالفة الناس المفقودة، بس الحين خايف أكون من ضمنهم، إلا إني بينت لخالد إني مو خايف. وقلت ما عليك، ما في أحد بيقدر يضحك علي. ناظرني خالد وقال خليك على استعداد للشيء اللي بتواجهه لأنه أقوى منك. وابتسم له وقال يلا روح الحين لا يعصب عليك آرثر، وأشر بعدها للدرج اللي قدامي. وكمل كلامه وقال انزل من هذا الدرج وبعدها روح لجهة اليمين، بتشوف باب مختلف عن البيبان الباقية وفي نقوش لنباتات مختلفة ومتنوعة. داك هو مكتب آرثر. بعدها ودعت خالد واتجهت للدرج. وانا انزل منه كنت احاول استوعب كلام خالد، احس انه يعرف اشياء كثيرة بس مو قادر يتكلم. بس وش كان قصده لما قال لي خلك مستعد على الشيء اللي بتواجهه؟ معقولة كان يقصد آرثر بكلامه أو شيء ثاني؟ وقفت التفكير لما وصلت نهاية الدرج ولفيت راسي لجهة اليمين، وبالفعل شفت باب مختلف عن البيبان الثانية وكان نفس وصف خالد، ونقوش النباتات اللي فيه كانت غريبة وتشبه نباتات الخيال. تقدمت بخطوات غير متوازنة للباب وانا حاس بالخوف من المصير اللي ينتظرني، وبنفس الوقت ابي اكتشف اسرار آرثر. مديت ايدي للباب ابي افتح، بس سبقني آرثر لما فتح الباب قبلي. ابتسم لي اول ما شافني وقال كنت بجي اناديك بنفسي، بس زين انك جيت. وبعد عن الباب وقال لي تفضل ادخل. دخلت المكتبه وانا ناظر للتماثيل الموجودة بكل مكان، والخوف تسلسل لداخلي. اشكال التماثيل تجلب الرعب، وبنفس الوقت كنت احسها انها تصارخ وتستنجد فيني، الا انها بالنهاية تماثيل ما لها روح، وما عرفت سبب الشعور اللي احس فيه. قطع تفكير صوت آرثر وهو يقول عجبتك التماثيل؟ ابتسمت وقلت ايه نوعا ما. تمددت ابتسامة آرثر وقال قريب بسوي لك تمثال مخصص لك. دخل الخوف بداخلي من كلامه، ممكن يكون كلام عادي بس دامه من آرثر فكان شيء مرعب بالنسبة لي. بقيت مبتسم بنفس وضعي واحاول اخفي التوتر اللي فيني. جلس آرثر على الكرسي وقال اتوقع انك سمعت من خالد الثرثار انك بتشتغل بالمصنع اللي تحت البيت صح؟ هزيت راسي بالاجابة وقلت ايه. ابتسم آرثر وقال انت موافق تشتغل هناك؟ ايه اكيد موافق. هنا وقف آرثر من الكرسي وقال امشي وراي. وطلعنا بعدها من مكتبه وبديت امشي وراه لين ما وصلنا لدرج ينزل لتحت، وبدينا ننزل من على الدرج. وبنهاية الدرج كان في باب مصنوع من حديد وفي نقوشات غريبة عجزت افهمها الا اني ما علقت عليها، وظليت امشي ورا آرثر. فتح آرثر الباب وخلف الباب كان ممر فاضي ولون المكان ابيض واضاءة المكان كانت قوية. هنا تكلم آرثر وقال امشي في هذا الممر وبنهايته بتلاقي باب، وبعد ذا الباب بتشوف احد العاملين بالمصنع هو اللي بيعلمك بعدها بخصوص شغلك والاشياء الباقية وبيشرح لك طريقة العمل. والحين انا بروح. بعد ما انتهى آرثر من كلامه طلع من الممر وقفل الباب. 2 PKs
تنهدت بقوة، حسيت اني توهقت بشيء اكبر مني. بديت امشي بالممر، الممر كان فاضي ولا فيه اي شيء، بس جذبتني صورة كانت معلقة على الجدار. تقدمت لها وجلست اناظر للصورة. كانت البنت عمرها 10 سنوات، شعرها كان طويل ولونه اسود، وعيونها واسعة ولونها احمر، وبشرتها بيض بشكل غريب. وهنا سمعت صوت باب ينفتح، لفت لجهة الباب وكان شخص واقف، شعره كثيف ولونه رمادي، وله لحية طويلة نوعا ما، وعيونه مو مبينة بسبب شعره الطويل، وبنية جسمه كانت واضحة انها قوية. تكلم بصوته الخشن وقال: انت ياسر؟ جاوبت عليه وانا حاسس ببرودة اطرافي: اي انا ياسر. سكت الفترة وبعدها قال: ليش انت واقف هنا؟ اعتقد ان السيد ارثر قال ان بنهاية الممر بتلاقي باب، وخلف الباب بكون انا انتظرك، لكن انت لك نص ساعة واقف بمكانك. جمدت بمكاني لما قال نص ساعة، شفت ساعتي وبالفعل مضت نص ساعة وانا واقف بمكاني. بس كيف مضى الوقت بدون ما احس فيه، وكأنها اللي مضت دقايق لا اكثر. قطع تفكيري صوته وهو يقول: وقف عن التفكير وامشي وراي. رديت عليه بسرعة وقلت: قبل لا تروح، صورة مين هذه؟ اول ما انتهيت من كلامي برزت عروق يده، وحسيت انه معصب، وقال: مالك شغل بالصورة هذه، امشي وراي وانت ساكت. ما حبيت اجادله اكثر، وما راح اكابر واقول اني ما خفت منه، لان كل شيء فيه كان مرعب. اتبعته وانا ساكت وما نطقت بحرف واحد، وبقيت امشي وراه لين ما وصلنا لمكان كبير، وشفت اشخاص كثيرة. وهنا عرفت اني بالمصنع. بس دقيقة، ارثر قال انه ما عنده الا 6 اشخاص يشتغلون بالبيت، لكن بالمصنع كان واضح انه في اكثر من 20 شخص. ليش ما قال لي ارثر؟ وما حسيت الا بيد تسحبني. التفت وكان نفس الشخص اللي جابني لهنا، وقال بعصبية: لا تشتت بعقلك أكثر من اللازم. على كل حال أنا هو الشخص المسؤول عن المصنع، وتقدر تناديني بكيفن. وأما عن عملك بيكون بسيط، كل ما عليك فعله هو تحسب عدد الصناعات التي قاموا بالانتهاء منها العاملين، وتقوم بفرز الإحصائيات بنهاية كل أسبوع. وسوف يساعدك بهذا العمل الفتى مارتن. وأشر بعدها الولد صغير بالسن، يعني أن عمره ما يتجاوز 14 سنة. وجاء مارتن باتجاهنا، وقف قدام كيفن وقال: هل هذا هو الشخص الذي سوف يساعدني بالعمل؟ رد كيفن عليه وقال: نعم، وأود منك أن تعلمه جيدا حتى لا يتسبب بالمشاكل، وعلمه عن القوانين، فأنا مشغول للغاية ولا أملك الوقت. وبعد ما انتهى من كلامه تركني مع مارتن. لف مارتن علي بحدة وقال: اسمع، صحيح إني أصغر منك سنا، إلا إني أذكى منك بكثير، وأنت الآن مجرد مبتدئ، فلا تصدر الأوامر، فهمت؟ تنهدت وقلت بنفسي: الله بلاني بناس منفسة. شفت مارتن يمشي وتاركني، صرخت عليه وقلت: مارتن وين بتروح؟ وقف مكانه وقال: ماذا أفعل بك؟ الوقت يمضي علينا ويجب أن نعمل. وكمل مشي. ركضت بسرعة عشان اتبعه قبل لا أضيع هنا. وصلنا المكان فيه صناديق كثيرة، وقال مارتن: يجب أن ننقل اليوم هذه الصناديق إلى المستودع الذي بنهاية المصنع. وبدينا ننقلها واحد ورا الثاني لين ما وصلنا لآخر صندوق، حطيته بالأرض جنب الصناديق الثانية. بديت أشوف ضوء خفيف كان يطلع للجدران، بس ما كنت أقدر أشوف مصدر الضوء بسبب الصناديق اللي مغطية عليه. بديت أتجه خطوة ورا خطوة اتجاه الضوء، وبديت أحس بنبضات قلبي تزيد أكثر وأكثر. ما كنت عارف سبب الضوء، بس التخيلات اللي براسي كانت كثيرة. وقبل لا أوصل لمصدر الضوء سمعت صوت مارتن وهو يقول: ياسر، لا تقرب أكثر من الضوء. لفيت لجهة الصوت وكان واقف وراي بالضبط. ما حسيت فيه كيف وصل بهالسرعة. مسكني من يده وسحبني لخارج المستودع وهو يصرخ ويقول: مغفل أنت، هل تريد الموت؟ سوف تنهي حياتك من أجل هذه اللوحة الغبية، سحقا لهم لتخطيطهم. ما كنت فاهم شيء من كلام مارتن، وقلت: مارتن وش تقصد؟ صرخ بوجهي وقال: ليس مهما تعرف، المهم أن لا تقرب من المستودع مرة أخرى، فهمت؟ عمل هدوء بالمكان وجلسنا ساكتين لفترة، وبعدها قال مارتن: اليوم لا نملك أي عمل لنقوم به، سنستطيع أن نرتاح في الغرفة. وأشر للباب اللي كان قدامنا وقال: هذه هي الغرفة. قمت من مكاني ودخلت الغرفة. كان فيها سريرين، يعني في أحد معي بنفس الغرفة، والغرفة مرتبة ومنظمة. شفت شنطتي موجودة بالأرض، ورفعت نظري مرة ثانية للغرفة وصرت أناظر لها بشكل أدق يمكن أشوف شيء أستفيد منه. اتجهت للطاولة اللي موجودة بنص الغرفة، شفت فيها أوراق كثيرة، ولفتت نظري صورة كانت محطوطة بالطاولة. كانت لمارتن وشخصين معه، وكان محطوط رقم بطرف الصورة. كنت أحاول إني أقرأ، وفجأة انفتح الباب. التفت كان مارتن كان يناظر لي وقال: ياسر، ترى الأحسن إنك تنام الحين، ورانا شغل بعدين. لحظة، كلامه كان عادي وما يتكلم باللغة العربية الفصحى. جيت أبي أتكلم، لكن سبقني بالكلام وقال: أدري بتسألني أسئلة كثيرة لكن مالي خلق أجاوب.
قرب من الصورة واخذها معه وقال لا اشوفك تقرب من اغراضي مرة ثانية، وما اعطاني اي مجال اني ارد عليه، وطلع من الغرفة. جلست مكاني لفترة وبعدها قمت لشنطتي ورتبت الملابس والاغراض وحطيتهم بالغرفة وانسدحت بالسرير، ومن التعب والارهاق اللي فيني نمت. ما ادري كم ساعة مضت وانا نايم، قمت على صوت همس قريب من اذني. ياسر قوم ياسر. فتحت عيوني بشكل تدريجي وطاحت عيني على مارتن اللي كان واقف على جهة اليمين. تكلم بهدوء وبصوت خافت وقال ياسر هذه فرصتك عشان تعرف السر من اسرار آرثر. رفعت نفسي على السرير ونظرت له وانا احاول افهم كلامه وقلت وش تقصد بكلامك؟ ابتسم مارتن وهو يقول تتوقع اني غبي وما اعرف السبب اللي خلاك تيجي هنا، وبعد انت تدري انك من لائحة المختارين. تتوقع انك جيت لبيت آرثر صدفة؟ اكتفيت اني اناظر لاني مو فاهم اي شيء من كلامه. كمل كلامه وقال اليوم فرصتك الوحيدة اللي تقدر تنتقم فيها من آرثر وابيك تساعدني. قلت له وش اللي تقصده من كلامك ذا كله؟ تنهد مارتن بقوة وقال في اشياء كثيرة لازم اشرحها لك، بس حاليا ما عندي وقت، والاهم من هذا كله آرثر بكل مرة في الشهر يطلع من البيت وبوقت متأخر، وقبل لا يكمل الشهر يختفي شخص من ذا البيت. تتوقع هالشيء صدفة؟ اكيد في ربط بين الشيئين، مستحيل يكون صدفة. والحين يلا ساعدني. وبدون اي تفكير مني قلت اكيد بساعدك، يلا مشينا. ابتسم مارتن وقال حلو والحين نقدر نشتغل. تحركنا كم خطوة قدام وشفت سريره يتحرك. لحظة الأرضية اللي تحته كانت مختلفة عن البقية. نزل جسمه شوي ورفع الأرضية من مكانها، وكان تحتها مجموعة من الأوراق والبيانات وصور كثيرة لتماثيل. تكلم مارتن وقال هي ياسر تعرف واحد اسمه خالد صح؟ على طول تذكرته وقلت ايه اعرفه، تكلمت معه اليوم. قال مارتن هو راح يساعدنا اليوم عشان نتبع آرثر، وهو الشخص الوحيد اللي اقدر اوثق فيه من بينهم. وبعدها قام مارتن من مكانه واخذ شنطته وحطها على ظهره واعطاني شنطة ثانية وقال في بعض الاشياء اللي يمكن نحتاجها برحلتنا. ناظر الجوال وكمل كلامه وقال لازم نتحرك الحين لان آرثر بيتحرك بعد كم دقيقة كذا. طلع من الغرفة وانا كنت امشي وراه. بدينا نمشي بخطوات هادية عشان لا نصدر اي صوت، وما بين وحنا نمشي شفنا ضوء يتحرك من ناحيتنا. أشر لي مارتن إني لازم ألزم الهدوء وتخبينا خلف الجدار، لكن لو تحركت أي حركة بسيطة ممكن ذا الشخص يشوفنا. بديت أحس بالتوتر، وخاصة إن الضوء كان يقرب مننا أكثر وأكثر. كنت عارف إنه بأي لحظة ممكن ننكشف وما بقدر أعرف شيء عن آرثر. ومن حسن حظنا إنه كان في صوت بالجهة الثانية، وشفنا الضوء راح يتحرك لجهته، وعلى طول مارتن تحرك لقدام وهو يحاول يكون هادي، وأنا بديت أمشي وراه إلين ما وصلنا الباب. لحظة كأني أعرف ذا الباب. اي والله هو نفس الباب اللي فيه الممر وفي هذيك الصورة للبنت. حسيت ان نبضات قلبي زادت وبشكل غريب وبدون اي سبب. فتح مارتن الباب وبدينا نمشي بالممر. هنا طاحت عيني على الصورة، وقفت مكاني وصرت عاجز عن الحركة. ما كنت قادر احرك جسمي، وعيني كانت على هذيك الصورة ما قدرت احركها. غبت عن كل شيء حولي، وبعدها حسيت ان المكان اللي انا فيه تغير. نظرت لمارتن اللي كان يسحبني معه وقلت مارتن احنا وين؟ لف مارتن علي وقال اخيرا رجعت لنفسك. لا تناظر لهذيك الصورة مرة ثانية لأنه أنت الشخص المستهدف الثاني. زاد استغرابي بكلامه وقلت أنت عارف إني مو فاهم شيء صح؟ كان مارتن يناظر لقدام وقال إيه أدري، وبعدين بفهمك كل شيء. الحين آرثر ركب سيارته وحنا لازم نتبعه. أما بالنسبة لي أنا الحين استوعبت إن حنا كنا بخارج بيت آرثر. أصلا عقلي وتفكيري الحين مشوش. ما كملت تفكيري لو مارتن تحرك لقدام وشفت سيارة آرثر تخرج من سور البيت. تحركت من مكاني بسرعة وبديت أتبع مارتن، وخرجنا من السور وركب مارتن سيارته. كان موقفها خلف شجرة وكان فيها شخص. تكلم مارتن مع ذا الشخص بلغة عجزت إني أفهمها، وبعدها تحرك وبدينا نتبع آرثر قبل لا يضيع من عيوننا. وبعدها تكلم مارتن وقال ياسر الشخص اللي معنا روسي، هو صديق قديم لي لا تخاف. ما رديت على كلام مارتن. كل اللي كنت أفكر فيه وش بيصير لنا. كان ذا المكان أشبه بالقبر، والأشجار المحروقة مغطية المكان، وفي عظام موجودة بالأرض. أعتقد إنها كانت عظام حيوانات. نزل آرثر من سيارته وتوجه لغرفة صغيرة كانت موجودة بذا المكان. وأما إحنا وقفنا سيارتنا بمكان أبعد عشان ما ينتبه آرثر، وجلسنا نراقبه من بعيد لين ما شفنا سيارته تخرج من المكان اللي كان فيه. وهنا نزلت أنا ومارتن من السيارة وتوجهنا للغرفة اللي كان فيها. وقفنا أنا ومارتن قدامها لدقائق وكنا ساكتين. وبعدها قال مارتن ياسر أنا بدخل وأنت خذ لك لفة بخارج المكان وتعال بعدها. دخل مارتن
وانا بديت امشي واتلفت يمين ويسار. المكان مقزز لدرجة كبيرة وكان فيه ريحة بالمكان. وانا امشي بديت اسمع صوت، كان صوت كلاب. تقدمت لمصدر الصوت ووقفت قدام شجر وكان فيها اطواق للكلاب والصوت كان قريب منها. عقدت حواجبي باستغراب، انا متأكد ان اصوات الكلاب جاية من هنا بس ما في اي اثر لاي كلب حي موجود هنا. الخوف سيطر علي ورجعت للغرفة اللي كان فيها مارتن. ما لقيت اي شيء. فتحت الباب وطلعت عيني على التماثيل، هي نفس اشكال التماثيل اللي شفتها بمكتب آرثر. يا الله وش سالفة آرثر مع التماثيل؟ قطع تفكيري مارتن وهو يقول اتوقع ان الاشاعات اللي يطلعونها عن آرثر صحيحة. نظرت لمارتن وقلت اي اشاعات تتكلم عنها؟ قال مارتن اشاعات اللي تقول ان آرثر يقتل الناس ويسوي لهم تماثيل عشان تسكن ارواحهم. ضحكت بسخرية قلت من جدك انت؟ وكيف يقدر يسوي كل هذا؟ وهو بالنهاية مجرد انسان. ابتسم مارتن وقال انسان لكن يتعامل مع اشياء ثانية. قلت وش تقصد؟ نظرني مارتن وقال تذكر الصورة اللي قلت لك لا تطالعها؟ اي وش فيها؟ مسك مارتن تمثال من التماثيل اللي موجودة وقال هذيك اللوحة، هذيك البنت هي اللي تختار الناس عشان تقتلهم. قلت طيب انت كيف تعرف بكل هالاشياء؟ اعطاني ظهره وقال بعدين بكلمك بكل شيء. وبعدها طلع مارتن من الغرفة وجيت بطلع وراه بس شدني تمثال كان مكتوب عليه مارتن. اتجهت لناحية التمثال بس وقفت صوت مارتن وهو يقول هي ياسر تعال بسرعة لازم نرجع الحين قبل لا يحس أحد بغيابنا. تركت التمثال وطلعت من الغرفة ورجعنا بعدها لقصر آرثر ورجعنا للمصنع اللي كنا فيه ولا كأنه صار شيء. وباليوم الثاني قمت على إزعاج مارتن. فتحت عيوني وناظرت لمارتن اللي كان جالس يغني وقلت له مارتن وش وضعك؟ لف علي وقال ولا شيء بس مروق. ايه صح اسمع انا بنزل بنتظرك برا وانت تلحقني. طلع مارتن من الغرفة واما انا رحت الحمام وبدلت ملابسي وطلعت بعدها من الغرفة وشفت مارتن يكلم كيفن وكان واضح انه معصب. وبعدها جاني مارتن وبعصبية قال آرثر شكله يبي يجننا. قلت له ليش وش صار؟ قال تخيل بس يبيك تطلع من المصنع وتشتغل كخادم وانا بعد معك. آرثر بكل مرة يقول كلام. ارتفع صوت مارتن وقال ايه لانه غبي. والحين تعال معي خلنا نشوف السالفة ذا. شفت كيفن يناظرني بحدة ومسكت مارتن وقلت الأحسن نطلع من هنا بسرعة. وطلعنا من المصنع اللي كنا فيه ولما وصلنا للممر اللي كانت فيه الصورة حط مارتن ايده على عيني وقال لا تناظرها. مشينا لين ما وصلنا للدرجة اللي يوصل لفوق وبعدها نزل مارتن ايده وقال ادري انك تبي تعرف اشياء كثيرة لكن انا ما شرحتها لك، لكن الاحسن انك تتأكد منها بنفسك عشان ما يصير لك شيء انت بعد. وكملنا مشي لين ما وصلنا لمكتب آرثر. دق مارتن الباب وجانا رد من آرثر بالدخول. فتحت الباب ودخلت قبل مارتن اللي كان واقف مكانه وقلت آرثر ممكن افهم ليش بتنقلني كخادم بعد ما وديتني للمصنع؟ ابتسم آرثر وقال بس لاني ابيك تشتغل عندي وقدام نظري، واي استفسار ثاني يسأله خالد عنه او رئيس الخدم بازير. طلعت بعدها من مكتب آرثر وناظرت لمارتن اللي كان ينتظرني قدام الباب وقلت وش فيك واقف ما تبي تسأله؟ لا خلاص امشي بس. تنهدت بقوة وبعدها قلت طيب مين رئيس الخدم بازير؟ ضحك مارتن وقال شوف وراك وبتعرف مين هو. التفت وراي وكان هو نفس الشخص اللي دخلني للبيت وصلني لغرفتي. جاني بازير واعطاني انا ومارتن ملابس للعمل وقال ستعملون بالاهتمام بالزراعة فقط التي توجد بالسور وغرفتكم هي نفسها التي اقمت بها اول ليلة يا ياسر. وتركنا وراح. تحركنا انا ومارتن وكل واحد بدل ملابسه وبدينا بشغلنا وطبعا من قبل توجيهات بازير. وبعد يوم متعب رجعنا لغرفتنا انا ومارتن ونمنا بعمق. قمت بوقت متأخر على صوت صراخ شخص. لفيت لسرير مارتن وما كان في احد. قمت بسرعة من مكاني وفتحت باب الغرفة بس طحت على ورا وانا اشوف مارتن مشنوق ومعلق بمسمار بالجدار وفاتح فمه وعيونه متسعة بشكل مرعب واللي كان واضح انه كان ميت. كنت جالس بمكاني ومن الصدمة ما نطق بحرف واحد. شفت خالد وبازير ينزلوا جثة مارتن وفي كم شخص معه. جاني بعدها خالد وقال ياسر. رفعت عيوني له وبدون اي كلمة مسكني من ايده وقال قوم. قلت له لوين؟ تنهد خالد وقال مارتن وصاني اني اعلمك والحين بنروح المكان قوم يلا. قمت مع خالد وركبت سيارته طول الطريق وانا ساكت وتفكيري كله بالمنظر اللي شفته. وبعد كم ساعة قطع تفكيري صوت خالد وهو يقول ياسر يلا وصلنا. شفت المكان اللي وصلناه وكان مركز شرطة. التفت له بسرعة وسبقني بالكلام خالد وقال بفهمك باشياء كثيرة وليش احنا جينا هنا. الحين يلا انزل. نزلنا من السيارة ودخلنا. شفت واحد جاي يرحب بخالد وبعدها تكلم خالد وقال انا ومارتن كنا نحقق بقضية آرثر وبخصوص الناس اللي انفقدت وانت الحين المستهدف من بين الخدم اللي عنده. قلت انا وليش ما اختارني الا انا؟ تكلم الشخص اللي رحب بخالد وقال ما حد منا يعرف للحين كيف اختار الناس بس قال لنا مارتن قبل لا يموت انه في صورة تختار الناس اللي تقتلهم. استغربت من كلامه وقلت وكيف تختار الناس اللي تقتلهم؟ تنهد خالد بقوة وقال هذا اللي حنا ما نعرفه
ولا مارتن قال لنا عنه. ناظرت لهم وقلت والحين يعني أنا بنقتل؟ مد لي خالد صورة مارتن وفيها شخص معه، أخذتها منه وركزت فيها، وبعدها قلت ذي الصورة قد شفتها بغرفة مارتن. تكلم خالد وقال الشخص اللي بالصورة هو السبب اللي جاب خالد يشتغل عند آرثر. استغربت من كلام خالد وقلت كيف يعني هو السبب؟ قال الشخص اللي بالصورة يكون أخو مارتن، راح يشتغل عند آرثر قبل كم سنة لدافع الفضول، وبعدها بفترة اختفى أخو مارتن، وقرر بعدها مارتن إنه ينتقم لأخوه ويكشف سر اختفائه وقصة الناس المفقودة. ما تكلمت بعدها، ورجعنا لقصر آرثر. دخلت للغرفة بدون ما أتكلم مع أي شخص ثاني، وأنا أفكر بمارتن ومين اللي قتله وكيف صار كل هذا. لو أقل شي قلت لي يا مارتن عن سر الصورة اللي نبهتني عنها قبل لا تموت. بدت عيوني تقفل تدريجيا من التعب والتفكير لين ما غطيت بنوم عميق. بديت أسمع أصوات حولي، وصوت بعد الحدايد اللي تتحكحك ببعض. فتحت عيوني تدريجيا وانا مرمي على الارض، وشفت شخص واقف قدامي. عجزت اركز بملامحه، وكان في شيء مشوش علي، بس سمعت صوت واحد هو يقول انت اللي جيت لحافة الموت بنفسك. بدون اي سابق انذار جرحني بالسكين على يدي. صرخت بقوة من الالم اللي جاني، وهنا فتحت عيوني بقوة وانا اصرخ وانفاسي تتضارب بسرعة وانا احاول استوعب اللي يصير. بس لحظة، انا بغرفتي، يعني اللي شفته كان حلم. نظرت ليدي وهنا شفتها وكانت تنزف دم. توسعت عيوني بلحظتها من الصدمة، يعني أنا ما كنت أحلم، يعني اللي شفته كان صدق. بس كيف صار كل هذا؟ قاطع تفكيري الصوت كان قريب من الباب. قمت من سريري بسرعة وفتحت باب الغرفة، وكان واقف قدام باب غرفتي آرثر. ابتسم وقال ياسر ايش هذه الضجة اللي سويتها؟ اتوقع ان صراخك سمعوا كل اللي موجودين هنا، واذا في شيء تقدر تكلمني فيه. كنت جالس اناظر له وانا مرتبك وقلت لا ما في شيء. حط آرثر يده على كتفي وقال اتمنى انك تكون بخير، وبعدها راح عني. جلست اراقبه بعيوني لين ما صرت اقدر اشوفه. جيت بقفل باب غرفتي، بس سبقني شخص حط يده على الباب. التفت له وكان بازير. قلت له وش تبي انت بعد؟ جلس يناظرني بازير بحده وقال ليش انت للحين تشتغل هنا؟ قلت له طيب انت وش دخلك بهالشيء؟ ضحك بازير علي باستهزاء وقال ما حد يقدر يستحمل، خاصة اذا عرف انه ممكن يموت او يصير له شيء بذا المكان. قلت طيب وش تعني بهالكلام؟ ابتسم وقال ولا شيء، بس مستغرب انك جالس هنا حتى بعد قتل مارتن. ايه صح، تعرف ان اللي قتله خالد، وخالد قدر يخبي جريمته بسهولة. معقولة خالد يقتل مارتن او بس بازير يبي يشككني فيه؟ ناظرت البازير وقلت مستحيل خالد يسوي شيء مثل كذا. ودخلت وقفلت الباب بوجهه. كيف اقدر اعرف مين اللي فيهم ورا هالشيء؟ بعدها جات فكرة على بالي. بدلت ملابسي واتصلت لخالد وقلت له عن الفكرة، واخذت شنطة وحطيت فيها بعض الاغراض وطلعت من غرفتي بهدوء وانا اتمنى انه ما حد يشوفني. وصلت لبوابة القصر اللي اتفقت معه ينتظرني. طلعنا انا وخالد وركبنا سيارته، وقلت المكان اللي بيك تروح له هو نفس المكان اللي رحناه انا ومارتن. حركنا لنفس المكان اللي راح له آرثر من قبل. وصلنا المكان وكان هالمرة شكله يبث الرعب أكثر من اللي قبل. فتحت باب السيارة ونزلت، ونزل بعدها خالد. تقدمت للغرفة اللي كانت موجودة وفتحتها، وكان وراي خالد. قال التماثيل مالية المكان. تقدمت للطاولة ومسكت التمثال اللي شفته من قبل وكان مكتوب عليه مارتن، وقلت خالد شوف ذا التمثال. مسكه خالد وقال وش الهدف من قتلهم؟ وهنا سمعت صوت الكلاب جاي من الخارج. التفت انا وخالد للباب وقلت خالد خليك هنا لا تتحرك، انا بروح اشوف ذي الكلاب واجي. طلعت من الغرفة اللي كنا فيها وبديت اتبع صوت الكلاب لين ما وصلنا لشجرة. يا الله وش سالفة ذي الشجرة؟ ليش بكل مرة اسمع صوت الكلاب فيها؟ شفت حركة بسيطة خلف الشجرة وبديت اركز اكثر واكثر، وقدرت المع عيون حمر. رجعت خطوة للخلف وما حسيت الا بالكلاب تهجم علي. فتحت عيوني بصدمة وركضت بسرعة. ما كانت الكلاب ظاهرة من قبل. بديت اصرخ وانادي بخالد. خالد. الكلاب صارت قريبة مني. مسكتني من رجلي وطحت على الأرض، وشفت أشكال الكلاب. كانت سوداء وعيونها صفر ولها أسنان حادة ونظراتها شرسة وكأنها كانت تنتظر الشخص عشان تقتله. توقف الدم بعروقي بذا الوقت وشفت شيء يطيح علي. ما كنت قادر أركز وش اللي طاح علي وفقدت الوعي. فتحت عيوني بشكل تدريجي وشفت شخص قدامي وكان مغطي وجهه بالقناع، وقال انت اللي جيت لحافة الموت بنفسك. فتحت عيوني بصدمة وبديت اتذكر الكلام اللي قاله. هو نفس الشخص اللي قاله لي من قبل. بدت الاعداد ترجع لي وكأن الزمن يعيد نفسه. كنت مرمي على الارض والكلام نفسه ينعاد. ايش اللي جالس يصير؟ وبعدها تركني ذا الشخص وطلع لخارج الغرفة اللي انا فيها، وبديت اتلفت المكان اللي حولي. ايه صح، خالد وينه؟ او يكون خالد هو نفس الشخص اللي كلمني؟ لا مستحيل، ده الشخص صوته غير عن خالد. لفتت نظري صورة كانت قريبة مني. كانت صورة ل3 اشخاص
لحظة، الأشخاص هم مارتن وآرثر، أكيد الشخص الثالث هو أخو مارتن، وشكل الصورة لها زمن طويل، بس الغريب أن آرثر كان ضام أخو مارتن. قلت باستغراب، يعني كان في صلة بين أخو مارتن وآرثر، ومارتن كان يعرف آرثر من قبل ما يفقد أخوه، بس ليش ما حد قال لي ذا الشيء؟ وأصلا ليش الصورة موجودة هنا؟ هنا جمدت بمكاني ورفعت عيوني لفوق، وكان نفس الشخص اللي لابس القناع وقال كل إنسان يقدر يتلاعب بالناس اللي حوله، ويقدر يمثل باحترافية لين ما يوقعوا الناس بفخه ويقلب كل شيء لمصلحته. قلت وانا كل خوف، وش تقصد بكلامك؟ اللي اقصده اني اخفيت الحقيقة اللي ما قدر يوصل لها اي احد غيري، ولدرجة خليتك تشك بالناس اللي حولك يا ياسر. بس بيصدمك الحين الكلام اللي بقوله لك، انا الحين قدرت العب على الناس لدرجة اني خليتهم يعتقدون اني انسان ميت مع اني بعد عايش. قلت له طيب مين انت؟ حط ذا الشخص ايده على القناع ونزل القناع بهدوء وابتسم لي. ذي اللحظة كنت ناظر وانا مو مستوعب انه هو نفسه، وقلت مستحيل مستحيل، انا شفتك ميت قدامي، كنت معلق بالجدار. ضحك مارتن بقوة وقال قلت لك اني اقدر اتلاعب بالناس اللي حولي، اعرف احرك كل شيء حولي لانكم مجرد العاب عندي، احركها متى ما ابي واقتلها مثل ما ابي. تغيرت نبرة مارتن وقال لاني اكره آرثر واكره اخوي معه. قلت وليش تكره اخوك؟ رفع مارتن المسدس وكان رافعه ناحيتي وبنفس نظرة الحقد اللي بعيونه قال لأنهم أخذوا ورثي من أبوي، كان المفروض أن شركات أبوي لي بعد وفاته، بس آرثر وأخوي سلبوا مني كل شيء بكم ورقة مزورة منهم. حسيت وجع بقلبي لأنه السلاح كان لناحيتي، غمضت عيوني بخوف وأنا أنتظر مصيري بذا الوقت. سمعت الباب انفتح، فتحت عيوني بسرعة وشفت خالد ماسك مارتن ويحاول يبعد السلاح من يده، وفجأة انطلقت رصاصة من المسدس اللي كان بين يد مارتن. حسيت ان قلبي توقف بلحظتها وانا اشوف الطلقة. اخترقت جسم خالد وشفت وقتها خالد طايح على الارض. صرخت بقوة وانا انادي على خالد. لف علي مارتن وبدون اي ضمير ابتسم لي ورفع المسدس لي وقال قتلت واحد وباقي انت وبعدها بخليكم تماثيل. ناظرت له وقلت يعني التماثيل مو ملك لآرثر؟ ابتسم وقال صح ان التماثيل ملك له، لكن أنا اللي أصنعهم وأنا اللي أجبرت آرثر يحتفظ بهم عنده. بديت أحس إني بفقد الوعي وأنا أشوف الدم يخرج من خالد، بس تماسكت وقلت كيف أجبرته؟ قال بكل بساطة أنا خليته يقتل أخوي وسجلت مقطع فيديو له وهو يقتله. انصدمت من كلامه وقلت كيف خليته يقتل أخوك؟ سمعت صوت من ناحية الباب وشفت آرثر يدخل وعيونه تحكي عن حزن عميق وقال لأن الشخص اللي قدامك انعدمت إنسانيته. ابتسم مارتن وقال وأنت ما انعدمت إنسانيتك لما قتلت ولد أخوك؟ صرخ آرثر بغضب وقال أنت تعرف إني ما قتلت بإرادتي، أنت اللي أجبرتني على هالشيء. قال مارتن أنا خيرتك بين ولد أخوك وبين نفسك، وأنت اللي قررت تنقذ نفسك وتقتل أخوك لأنك إنسان أناني. امتلت عيون آرثر بالدموع وقال ما كنت بوعي، والله ما كنت بوعي، وقتها كنت تحت تأثير ميراني. دق قلبي بقوة مجرد ما نطق اسم ميراني. حسيت قشعريرة بجسمي وكل شي صار أسود قدامي وطلع نور خفيف وشفت بنت واقفة قدامي. كانت صغيرة وعمرها تقريبا 10 سنوات وشعرها طويل ولونه أسود وعيونها واسع ولونها أحمر وبشرتها بيضة بشكل غريب ومرعب. بذا الوقت تذكرت الصورة اللي شفتها بالممر بقصر آرثر، هي نفسها كانت مثبتة نظرها علي وقالت الموت يا ياسر. رجعت على ورا وقلت بخوف وش تقصدين بكلامك؟ أنا ما راح أموت. ابتسمت ومسكت ايدي بقوة وقالت ميراني ستنقذ حياتك من الهلاك. بردت أطرافي وعجزت عن الحركة بشكل تام، عجزت إني أتكلم، عجزت إني أسوي أي شيء، بس كنت مكتفي إني أناظر. تقربت مني ومدت ايدها لي وقالت ستعيش مع ميراني. وبعدها قمت من على الأرض وأشوف نفسي محاط بمخلوقات غريبة، اللي بدون وجه واللي بدون ملامح واللي كان ما له يدين. فتحت عيوني بقوة وانا اتلفت يمين ويسار من الخوف اللي فيني، وبديت اصارخ بشكل هستيري وانا اشوفهم يسحبوني. وقفوني قدام نيران وجتني نفس هذيك البنت وقالت بتكون الضحية لنا، بتكون اتصالنا الجديد للعالم الثاني. وانا صرت اناظر لهم بدون اي ردة فعل مني من شدة الخوف، وبدون سابق انذار رموني لجهة النيران وانا صارخ بمكاني. كنت جالس بين النيران وانا اشوفها تشتعل بجسمي. بس لحظة، المفروض اني احس بالنار لكن ما كنت احسبها ابد. غمضت عيوني بقوة ورجعت فتحتها وهنا لقيت نفسي جالس بالبيت. فتحت الباب على إيما وهنا انصدمت وقلت إيما. ركضت لي وحضنتني. أخيرا رجعت لوعيك، عرفتني. منذ عدة أيام تتصرف بغرابة أنت. قلت إيما منذ متى وأنا بالمنزل؟ وكيف عدت للمنزل بالأساس؟
استغربت وقالت: أنت لم تغادر المنزل من الأساس. فعندما رجعنا من عطلة الأسبوع كنت نايم، لكن كنت تقول إنك تحت سيطرة ميراني، وقال أبي إنك بديت بالهلوسة. انصدمت من كلام إيما وقلت: حسنا، أريد أن أذهب لمكاننا الآن. طلعت بسرعة من البيت واتجهت للمحل اللي قابلت فيه آرثر بذاك اليوم، وشفت الناس متجمعة حول المحل. قلت لهم: ما الأمر؟ لماذا أنتم متجمعين هنا؟ كان في شخص بالأربعينات من عمره قال: لقد توفى آرثر بهذا المحل البارحة مقتول. حسيت بصدمة ورجعت للبيت ودخلت لغرفتي ونمت وأنا أحاول أستوعب اللي يصير، وبديت أفتح عيوني تدريجيا. بس لحظة، وش جابني بالصالة؟ وهنا كانت الطامة الكبرى. دقات قلبي ازدادت بقوة وخوف وأنا أشوف السكين اللي ماسكها مليانة دم، وإيمة ميتة بالأرض عندي. أنا اللي قتلتها. بس كيف؟ ما كنت بوعي، ما كنت قاصد. يا الله، وش اللي صار؟ طاح السكين من يدي والدموع تنزل مني. جلست على ركبتي واحتضنت إيمة وأنا أهمس لها بإذنها: صدقيني يا إيمة، والله مو أنا، ما كان قصدي. التفت للمراية اللي كانت جنبي، بس انعكاس المراية ما كانت لصورتي، كانت للبنت. هي نفسها البنت اللي قالت لي سأنقذك من الهلاك. يعني كل اللي شفته كان واقع. وبعدها مسكوني الشرطة وانا متهم بجريمة قتل إيمة وقتل آرثر، وهذا هو الحين يدخلوني للسجن وانا اشوف ميران تناظر لي وتبتسم. دخلوني وسكروا علي الباب، وهذا انا اكتب لكم قصتي وانا موجود بالسجن انتظر نهايتي، رغم ان في اشياء كثيرة ما زالت خفية بالنسبة لي، ويمكن يجي يوم يكشفها احد غيري. ميراني أخذت جسمي وصارت تتحكم فيه وتقتل الناس بدون أي إرادة مني، وهذا اللي صار. كان ودي أعرف أسرار آرثر والناس المفقودة، وهذا للحين في السجن، وأنهيت حياتي بنفسي. وإلى هنا يا حبايبي وصلنا نهاية القصة، وأتمنى من كل قلبي أن القصة نالت على إعجابكم. وإذا عجبتكم القصة لا تنسى اللايك واشترك في القناة إذا ما كنت مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال.